السلام عليكم، أنا يحيى أمجد والنهاردة معانا درس جديد هنتعرف فيه على ضمائر الوصل ونعرف استخدامهم بكل سهولة، وأتحداك لو اتلخبطت فيهم مرة تانية. أهم حاجة تشوف الفيديو كامل لأن في حاجات كتير بتيجي في الامتحان بس مش بتكون موجودة في شرح الكتاب. احنا عندنا النهاردة الضمائر دي هنعرف ازاي نفرق بينهم وامتى نستخدمهم. who, which, that, whose، واللي معناهم عندنا في العربي نفس معنى كلمة اللي. الراجل اللي شفته امبارح، الفيلم اللي اتفرجت عليه، الشنطة اللي اشتريتها من اسبوعين، صاحبي اللي بيته قريب مني، او حتى جارنا اللي في التاسع. كلمة اللي في كل الجمل دي هي ضمائر الوصل بالانجليزي. بس في الانجليزي بقى عندنا مشكلة صغيرة قد كده، ان احنا مش بنعبر عنهم بكلمة واحدة، لا بنختار كل كلمة على حسب اللي هنتكلم عنه، وده اللي بنسميه في الانجليزي relative pronouns. طيب ايه هم ضمائر الوصل اصلا؟ تعرف؟ سمعت عنهم قبل كده؟ قبل ما نعرف ونعرف استخدامهم لازم نعرف الاول حاجتين. كلنا عارفين الجملة العادية طبعا، صح؟ في جمل بتكون simple sentence أو independent clause، ودي اللي هي جملة وسيطة أو عبارة مستقلة بيكون فيها فاعل وفيها فعل وبتدي معنى كامل للجملة أو فكرة كاملة. لو قرأتها لوحدها هتفهم الفكرة كاملة وتقدر تقولها لوحدها عادي من غير ما تقول حاجة تانية توضح أنت بتتكلم عن إيه. زي مثلا لما نقول rabbits eat carrots، أو I saw a man، أو I put an apple. في الثلاث جمل دول لو قلتهم لوحدهم هتفهم الفكرة كاملة وأنا عاوز أقول إيه من غير ما تحتاج حاجة تانية توضح أنا أقصد إيه، أو مش هتحس إن في معنى ناقص أو حاجة مش فاهمها. rabbits eat carrots، الأرانب بتاكل جزر. جملة كاملة، المعنى واضح، الفكرة كاملة ومش محتاج حاجة تانية توضح. في نوع تاني بقى من الجمل اسمه relative clause أو جمل الوصل، ودي بتكون جمل بضيفها للجملة البسيطة دي عشان تدي معلومات أكتر. يعني جملة الوصل معناها جملة بتيجي وظيفتها تديني معلومات إضافية أو معلومات أكتر عن الحاجة اللي اتكلمت عنها في الجملة الأولى. يعني مثلا لما نقول rabbits eat carrots they jump high. I saw a man he was talking to his son. هنا الجملة التانية دي جت عشان تعرفني معلومات أكتر عن الحاجة اللي اتكلمت عنها في الجملة الأولى. يعني مثلا أنا قلت أنا شفت راجل في الجملة الأولى، دي حاجة عادية، أنا شفت راجل في الشارع عادي ومعلومة كاملة وفكرة كاملة. بعدين ضفت معلومات أكتر إن هو كان بيتكلم مع ابنه. أو مثال الأرانب مثلا كنت بقول إن هما بياكلوا جزر، دي جملة عادية، وبعدين ضفت معلومات أكتر إن هما بينطوا عالي they jump high. بس لو جربت تقول جملة الوصل لوحدها مش هتفهم منها المعنى كامل، لأنك ببساطة مش هتعرف الكلام اللي أنا بقوله ده بقوله عن مين بالظبط أو بقوله عن إيه. يعني لو قلت لك لوحدها كده جملة لوحدها he was talking to his son، انت فهمت دلوقتي ايه؟ فهمت ان في حد كان بيتكلم معاه بس ما فهمتش انا اقصد مين، يعني هي دي اللي هو مين بالظبط. لكن لو جيت قلت الجمله كامله I saw a man he was talking to his son، ففهمت ان انا بتكلم عن راجل انا شفته في الشارع او شفته عموما، فهنا وضح المعنى. لكن لو قلت جمله الوصل الواحده مش هتفهم المعنى كامل، لان دي بتيجي عشان تضيف معلومات اكتر مش هي الاصل، فبالتالي مش هينفع اجيبها لوحدها. بس كده عرفنا دلوقتي ايه الجمله البسيطه وايه جمله الوصل. I saw a man he was talking to his son. I saw a man is simple sentence and he was talking to his son جملة الوصل. جملة عادية خالص فيها فاعل وفيها فعل وبتدي معلومات أكتر. احنا بقى عشان نربط بين الجملتين دول ويكونوا جملة واحدة، يعني نجيب جملة بسيطة وجملة وصل وعاوزين نوصلهم ببعض فيبقوا جملة واحدة، بمعنى أصح ندمجهم. هو بيوصل بين الجملتين والكوبري هو ضمائر الوصل. فعرفنا ايه لازمة ضمائر الوصل وامتى بنستخدمهم. تعالوا بقى نتعرف عليهم ضمير ضمير ونطبق اللي اتعلمناه حاجة بحاجة. أول ضمير عندنا who، ودي بنستخدمها مع بني آدم أو إنسان سواء مفرد أو جمع هنتكلم عنه بهو. وعود نفسك دايما الضمير بيجي بعد الحاجة اللي هنتكلم عنها على طول. فمثلا أقول I saw a doctor he helped my father. هنا عاوز أخلي دي جملة واحدة، هما جملتين دلوقتي في جملة بسيطة وجملة وصل، عاوز أربطهم ببعض. طيب هنا الشخص اللي هتكلم عنه أو الحاجة اللي هتكلم عنها هي إيه؟ هي the doctor. الدكتور ده إنسان ولا شيء ولا إيه بالظبط؟ إنسان. طالما إنسان يبقى نختار هو هتيجي بعده على طول The doctor who، وهشيل الضمير اللي كان موجود اللي هو he، لان هنا بجيب ضمير يبقى مش محتاج ضميرين ورا بعض، وخلاص الضمير ده جه يبقى الضمير ده يتشال. فالضمير he اللي بيتكلم عن الدكتور هشيله خالص وهحط مكانه who. فاقول ايه I saw the doctor who helped my father. فهو جت هنا عشان تربط الجملتين وبقوا جمله واحده، وشلنا الضمير he عشان هو بتيجي بدلها. I met the old man who you told me about. I like my classmates who share their ideas with me. The man who is wearing a hat is my uncle. فأي جملة تقابلك أنت محتاج أول حاجة تحدد الحاجة اللي هتتكلم عنها وتحدد نوعها، هل هي بني آدم أو إنسان ولا حاجة غير عاقل زي حيوانات أو أشياء. تاني ضمير معانا النهاردة هو which.
which بنستخدمها مع things or animals. بني آدم أو الإنسان بنختار who، لكن لو حيوان أو غير عاقل عموما زي شيء سواء جمع أو مفرد بنختار which. The festival which is held every spring is very colorful. The festival هو الحاجة اللي هتكلم عنها فجبنا بعدها على طول which. بعدين قلنا المور information المعلومات الزيادة قلناها بعدها is held every spring. طيب الحاجة اللي عاوزين نتكلم عنها ان احنا بنوصفه ونقول ان هو very colorful فقلناها في الاخر is very colorful. This is the website which explains the grammar clearly. This is the book which I bought yesterday. طيب الجملة دي مطلوب منك انت اللي تحولها. عندنا جملتين وعاوزين نربطهم ببعض ب which. هنقول ايه؟ This is the cat it ate my sandwich. هنقول This is the cat which ate my sandwich. أول حاجة عملناها إن إحنا حددنا الحاجة اللي هنتكلم عنها واللي هي the cat. لقيناها حيوان اللي هو غير عاقل فقلنا بعدها which بعدها على طول. وشلنا it لأن ده الضمير اللي بيتكلم عن القطة و which بتيجي مكانها. فدلوقتي who بنستخدمها for people and which for animals or things. دلوقتي بقى وقت الحل. وقف الفيديو واختبر نفسك وبعدين هنحل مع بعض. The man who lives next door is a famous doctor. This is the book which I bought yesterday. I know a girl who speaks 5 languages fluently. The car which is parked outside belongs to my brother. The students who passed the exam were very happy. طيب تلاحظ هنا كده حاجة في بعض الجمل بدأت بالحاجة اللي هتكلم عنها وبعدها الضمير على طول. طيب ليه عملت كده؟ مش المفروض جملة وبعدين الضمير وبعدين جملة تانية؟ فإيه ده بقى مش فاهم حاجة يعني؟ تعال أفهمك. احنا بنعمل كده لما نكون عاوزين نوصف الحاجة، يعني المعلومات الإضافية اللي هنضيفها هي وصف للشخص أو للحاجة مش حدث أو حاجة حصلت. يعني مثلا أول جملة بتقول The man who lives next door is a famous doctor. هنا المعلومة الأساسية اللي عرفتها عن الراجل ده إن هو عايش في البيت اللي جنبه أو جاره يعني بمعنى صح. لكن المعلومة الإضافية إن هو دكتور مشهور، ودكتور مشهور دي اللي هو وصف ليه، بوصفه إن هو دكتور أو بوصفه إن هو مشهور. يبقى هنعمل ايه بقى؟ هنحط الاسم او الحاجه اللي هنتكلم عنها الاول، بعدين الضمير، بعدين الحدث، وفي الاخر الوصف بتاعه. واصلا ده اللي بنعمله بالعربي، بنقول الراجل اللي عايش في البيت اللي جنبي دكتور مشهور، ما بقولش الراجل دكتور مشهور اللي عايش في البيت اللي جنبي، مش منطقي. بس طيب نكمل. عندنا بعد كده الضمير ذات، والذات دي هي بكل بساطه بتيجي بدل الاثنين، يعني ممكن تيجي بدل هو وممكن تيجي بدل which. تقدر تستخدمها بدل الاثنين عادي بكل سهوله، سواء الحاجه عاقل او غير عاقل بنستخدم ذات. حيوانات بقى، بني ادم، اشياء، اي حاجه. الفرق بس ان هو بيكون غير رسمي او اقل رسميه من which و who. يعني مثلا لو انا بتكلم مع واحد صاحبي، لو الناس بتتكلم مع بعضها عادي او المواقف اليوميه بتاعتنا، فبنستخدم ذات عادي، مش شرط نقول هو ولا which. لكن لو مثلا ايميل رسمي او حاجه رسميه فهنا نستخدم who او which. فنقول the car that I like is very expensive. I know the teacher that won the prize. في اوقات بقى بيفضل فيها ان احنا نستخدم that بدل which في العموم. اول حاجه لو superlative يعني صفات تفضيل، بنقول ايه؟ the best, the tallest, the fastest. هنا يفضل ان احنا نستخدم that، فنقول ايه؟ it was the best meal that I have ever eaten. تاني حاجه quantifiers، وقت لما نكون حاجه بتحدد الكميه، all, every, some, any, nothing or none، بتحدد الكمية أو تكرار الحاجات. فنقول مثلا there is nothing that I can do to help. فعموما that في استخدامها بتيجي بدل which أو who، مفيش فرق. فعادي خالص هنا أقول that this is the book that I bought yesterday، أو I know a girl that speaks 5 languages fluently. بس آخر حاجة بقى معانا النهاردة ويكون الدرس خلص هي whose، ودي بنستخدمها للملكية عشان نتكلم عن حاجة تنسب لحد أو لحاجة معينة. يعني مثلا أخو البنت، عجلة الولد، ديل الكلب. فهنا حاجة بتاعت حد أو ننسب حاجة لحد أو ننسب حد لحد، زي أخو البنت مثلا فبننسب ولد لبنت ننسبه إن هو أخوها، فهنا بنستخدم whose. وفي خطأ شائع هنا، الناس كتير بتقول إن لازم قبل whose يجي إنسان، والكلام ده خاطئ جدا. ممكن يجي عادي حيوان أو ممكن يجي جماد، زي لما أقول ديل الكلب أو باب البيت. فالجملة دي مثلا بتقول إيه؟ I know a girl her brother is a famous actor. هنعمل إيه؟ إحنا عايزين نتكلم عن الجيرل وعايزين نقول أخوها، فبعد a girl على طول هنحط whose وبعدها brother. I know a girl whose brother is a famous actor. بقى معناها أنا عارف بنت أخوها ممثل مشهور.
whose دايما بتيجي بين اسمين. الاسم الاول بيكون الاونر اللي هو مالك الشيء، والاسم التاني بيكون البوزيشن اللي هو الحاجة المملوكة، وهي في الجملة بتيجي بدل ضمير الملكية my, his, her, their, your, our and its. في الجملة اللي احنا قرأناها دي the brother belongs to the girl that is the dog whose tail was hurt. فممكن نقول عادي البيت اللي بابه لونه بني. هنا قلت قبلها غير عاقل وبعدها برضو غير عاقل، بس طالما بنتكلم عن الملكية وفي قبلها اسم وبعدها اسم يبقى هنكتب whose على طول بين الاسمين دول. I have a dog whose tail is very short. وبس كده درس النهارده خلص. مطلوب منك دلوقتي تحل الهوم ورك ده واكتب الحل في الكومنتات، هنصححه مع بعض المره الجايه. كمان هختار من الكومنتات اسئله هجاوب عليها في الحلقه الجايه ان شاء الله. انا يحيى امجد وهنا عشان اساعدك تتقن الانجليزي بالطريقه الصح اللي بتركز على تقويه مهاراتك مش حفظ بس وطرق تقليديه. وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان كل خميس الساعه 9 هيكون في لايف هنتكلم فيه عن مواضيع مهمه جدا وهنجاوب على كل اسئلتكم. القاكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.